مرحبا، تحياتي لكم. اليوم الوصفة راح تكون هي البطاطا ويجز. شوية التقطيع مالتها صعب ويشلع القلب، بس تعلمون لأن الوصفة تستاهل التعب. كمية البوتيتا راح تكون حسب رغبتكم طبعا. هنا أنا راح أخلي ملعقة صغيرة لكل من. هنا أنا عندي البابريكا، ثوم باودر، بصل باودر، عندي ليمون مجفف القشر مالته طبعا ومطحون، وأيضا عندي القليل من الكزبرة، وعندي هنا المعدنوس تمام مجفف هذا، بس هو شوية منفوش يكون، بس هذا بقدر ملعقة صغيرة. والملح ما راح اقول الكمية، هذا اكثر من ملعقة صغيرة لكن راح يكون حسب رغبتكم. وايضا هنا عندي ربع كوب من الزيت. هسه خلينا نروح نقطع البوتيتا. شلون راح نقطعها؟ راح نقطعها بهذا الشكل، يعني طولية تكون، تلزموها بالطول تمام. طبعا بعد ما قسمناها، طبعا انا وقف التصوير راح نكمل تصوير الريز. المهم بعد ما كملناها راح نقسمها نصين، يعني كل نص من البوتيتين قسم نصين يصير عندكم 4 اقسام. القسم هذا اللي هو الربع مالتها ايضا ينقسم بهاي الطريقه، فراح يصير عندكم هيك شكل او هيك شكل حسب الثقل مالته شلون راح يكون. فهسه نكملهن كلهن وبعدها انا وياكم ننتقل للخطوه الثانيه. طبعا كملناها هسه صارت جاهزه. الخطوه اللي بعدها راح نروح للطباخ حتى نسلقها. هسه راح نبدا ننزلها بهذا المي اللي بدا يفور. طبعا راح اخليها لمده 10 دقائق اكثر حسب نوعيه البوتيتا. كو بوتيتا يعني تستوي بسرعه، وكو بوتيتا تطول. بالمناسبه مو تسلقوها سلق كامل كانما تريدون تقلوها، لا، خلي يكون الاستواء مالتها 3/4، يعني شبه مستويه. الباقي الاستواء مالتها راح يكمل من ندخلها للفرن. هسه طبعا بعد ما استوت، بالمناسبه هاي البوتيتا من النوع اللي تستوي بسرعه، ما كمل 7 دقائق هو استوت، حتى من افرغها يعني بدات تكسر عندي. فحاولوا تنتبهون انه تفحصوها كل 5 دقائق حتى تشوفون البوتيتا مالتكم ايش قد تطول يلا تستوي. هسه راح نخلي التوابل طبعا دني كلهن سويه فوق البوتيتا. شو راح اجرب؟ راح اجرب موضوع النشا صراحه، يعني فكرت انه عجبني اقدر اخليه، فراح اضيف النشا ونشوف القرمشه مالتها، وبعدين بالاخير راح اعطيكم رايي انه يا هي الاطيب بالطريقه العاديه لو الطريقه اللي يكون بها اضافه نشا. هنا انا راح اضيف الزيت وابدي اخلط كل المكونات سويه. بس نخلط بهاي الطريقه طبعا على كيف، لان تتفلش وتنهرس. نوعيه البوتيتا غدرتني بصراحه زين، بس راح نحافظ على ما تبقى من السالمات والغانمات يبقى، يعني اراوكم اياهن بالتصوير بعد ما يكمل. طبعا هسه خليناهم بالصينيه، كملنا وراح يروحن للفرن. تقريبا يبقى بالفرن لمده من 10 دقائق ربع ساعه حسب قوه نار الفرن، بس لازم تتابعون مو طبعا عندكم محروقات. ومثل ما قلت لكم راح نعطيكم رايي بعد ما نجربها بالنشا. هي عاده ما يكون بها نشا، بس بدنا للقرمشه شوفوا النشا مالتها شلون راح تكون. فهسه اذا نروح نوديها للفرن. وهاي هسه كملت البطاطا وجز، صارت جاهزه جدا جدا جدا، بس حاره تسمى الصمت. سويت وياها هاي الصلصه اللي هي مايونيز وكاتشب. طبعا صلصه مايونيز وكاتشب شو تريدون تضيفون وياها تضيفون، مثلا تضيفون خردل، تضيفون توابل، ماكو اي مشكله. هنا رهيبه والله، هاي باعوها مقرمشه باع اللمعه. اتمنى ان شاء الله يا رب تعجبكم الوصفه، تجربوها وتطلع كلش طيبه، والف عافيه لكم. اتمنى يعني انه اذا عجبكم الفيديو لايك وشير، وهاي الشغلات انتم ما تسووها ما ادري ليش، بس سووها كافي خلاص بعد، ومتابعه للصفحه. طبعا مثل ما قلت لكم اريد اجرب لكم يعني قلت لكم نهايه الفيديو اعطيكم الفرق بين انه يكون بها نشا وبين انه ما يكون. انا خارج التصوير اكلت، هسه دا تشوفون هاي القرمشه اللي هي مال النشا، قرمشه بسيطه يعني مو ذاك الفرق، بس الطعم ممتاز يعني ماكو اي اشكال بيه. اتمنى تعجبكم، مع السلامه.